بحريتين من أصل 10 مواقع للصيد عالي البحار التي تمارس الصيد في جهة والذهب القويرة. وبما أن الباخرتين وصلتا محملتين مسبقا ببحارة من خارج الإقليم، زائد وجود أكثر من 13 باخرة من الصيد الساحلي أي البيلاجيك، نسبة الساكنة منها في تشغيل 4 بحارات، مما يعتبر استمرار بنفس الأسلوب الذي يقصي أبناء الإقليم رغم الخطابات والوعود الكاذبة. ولهذا نحن اليوم نقف هذه الوقفة الاحتجاجية كممثلين لبحارة الإقليم استمرارا بنضالنا من أجل توفير عمل أبناء الجهة الذين يعانون الفقر والتهميش والإقصاء المنظم والممنهج. نمنع القادرين على الاستمرار في غض الطرف عن مصالح المشروع التي تتمثل في توفير فرص عمل مهنيين نمنع القادرين على قبول هذه الوضعية أو الاستمرار في السكوت عن هذا الناس. ولهذا قررت الجمعيات الراشدة في قطاع الصيد البحري مع ساكنة جهة والذهب القويرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية على ممارسات مندوبية الصيد البحري والوزارة وجميع القطاعات التابعة لها وتحميلها كافة المسؤولية، وذلك لاستمرارهم في نفس النهج الذي تنهجان منذ سنين في ملف التشريع.